ساعتها بقتله هو وابنه. ايه قتلهم. ابونا ما تقتل يا ايها، مو لازم يدفعوا حق الارض، لازم كمان يتعاقبوا. لك هذا ابونا يا ايها، اوعك تتهاون معهم ها، اوعك. خلاص اختي، انت لا تاكلي هم شيء. خليني اروح على الشغل هلا، اشتغلي بالنهار، بتعرفي نتفضل له. الله معك. يلا تعال. بشر شو؟ ما لقيته. كيف ما لقيته؟ ما لقيته، ما رح لاقيه. لك ايهم احكي. راتب افندي من اسبوع مسافر برات البلد. انت شو بتقول؟ رحت لعنده على البيت، سالت امه، قالت لي من اسبوع راح على الخليج. لما قلت لها بأني بلد قال ما بتعرف. الله يرحمه بس، الله يرحمه بس لو ذكر لك اسمه. ايهم بدي لك على شغله بس لا تعصب علي. هو ابوك الله يرحمه كان ذكر لي اسمه قبل ما يموت، بس انا ما عم بتذكر. أميرة دخيلك، إن شاء الله تركزي، لازم تتذكريه. يا ربي والله ما عم بتذكره، كأنه تبخر من راسي. ما بيصير يتبخر، إذا ما تذكرتي مين نطالب بحقنا؟ اولاده اكيد مشتركين مع اخوهم. شو ايها؟ كأنك بلشت تتراجع. لك شو اتراجع؟ بس عم فكر منين بدي بلش. بتبلش من سالم الازهري، اكيد هو واولاده مشتركين مع راتب على ابونا. حقنا ما لازم نضايقها، ودم ابوك ما بيروح حدر. حط هذا الشيء بين عيونك. اذا ما بتقدر تقوم بهي المهمه اتركني انا اقوم فيها. بتعرفي، حاسس إنه راتب لساته هون بالبلد، وقايل هيك لأمه لحتى ما عاد تسأل عنه. بس وين بدك تلاقي؟ البلد كبيره. هلا بلاقيه، في له كم صاحب هون، إلا ما يكون عند حدا منهم. بكره بعمل لي حوصة. بس هلا المهم نتأكد راتب هون لما لا. اهلا وسهلا، فيني اخدمك بشيء؟ لو سمحتي، مو هي شركة سالم الازهري؟ اي نعم انا بنته، فيني اخدمك بشيء؟ انت بنته؟ انا اسمي سوزان، بقدر اخدمك بشيء بالشركه؟ بصراحة أنا عم دور على وظيفة، وقالوا لي إنه بشركة الأزهري في وظائف. حضرتك متخرجه من الجامعه؟ إيه طبعا. أنا خريجة تجارة. اشتغلتي قبل هلا؟ إيه طبعا. اشتغلت بشركة على الكمبيوتر، بعدين اتخانقت أنا والمدير واضطريت أترك. بينتك محروقه على الشغل. إيه والله. جايبه معك السي في تبعك؟ ييه، نسيته بالبيت. شفتي على الحظ اللي إلي؟ ولا يهمك، بكره جيبي السي في معك لعرفك على اخي مؤيد، هو المسؤول عن اداره الموظفين. وعلى العموم ان شاء الله يصير خير، اذا ما زبطتي بهي الشركه بنوظفك بشركاتنا الثانيه. يا الله وشك شو مألوف وقريب من القلب. سوزان، لحظه استنيني دقيقه مشان شربك قهوه عندي بالمكتب، كان في حديثنا. فوتي شوي عايزة. يا أميرة! أميرة! إمتى رجعتي على البيت؟ صار لي أكثر من ساعة. عم بعمل لك مقالي، بس أنت ليه جاي بكير؟ هلا تفوتي في باب لخم، اتصلت فيكي أكثر من 10 مرات، وين كنتي؟
كنت بشركة سالم الأزهري. شو؟ لك انت جنيتي؟ حبيت أعرف تعرفي شو؟ الناس اللي سرقوا أبوك وقتلوه. ايه وان شاء الله شفتي حدا منهم؟ طبعا لك انت كيف تعملي هيك؟ أنا عملت الشيء اللي كان لازم أنت تعمله. هلا؟ طب طولي بالك بس تشوف هذا راتب الكلب وافهم مين عدونا. كلهم أعدائنا، وإذا بدك تنتصر على أعدائك لازم تعرف مين هن. وشفت بنته سوزان وابنه مؤيد. بتعرف إن سوزان طيوبة كتير وعاملتني بكل إنسانية؟ انسانيه؟ ودخلك شو استفدتي من هالروحه كلها؟ استفدت إني شفت شركة سالم الأزهري وتعرفت على ولدين من أولاده. بتعرف إنه سالم عنده 3 شركات غير الشركة اللي فت عليها؟ بنته اللي خبرتك؟ لا، أنا قبل ما أفوت على الشركة سألت الناس اللي حواليها. بس الغريب يا أيها إنه وقت سألت عن سالم الأزهري وأولاده قالوا لي إنه بنحلف بحياتهم بالسوق وسمعتهم مثل المسك. فأنت شو رأيك؟ لك مسك ولا زفت؟ واحد منهم